ابو الاغرام يا برنس عنده صفقه اسمها صفقه التحدي ما بين جوميز وما بين اداره نادي الزمالك. ليه بقى؟ جوميز مصر على اللاعب دوت، واداره الزمالك تقول له يا ابني ما احنا جبناه، ما هو ما عجبكش اساسا، انت نفسك يا جوميز خرجته في الشوط الاول. يعني انا مش فاهم، مش هنشتري احنا يا عم جوميز سمك في ميه. وفي خبر كده بايه مفرح كده يا برنس لاخواتي الزملكاويه، وفي شويه حاجات كده حلوه في نادي الزمالك. يعني ما تنساش اللايك بتاعك يا برنس، وتصلي على سيدنا محمد. ولو انت اول مره تشوفنا كده او انت بتشوفنا كتير ومش متابعنا، تابعنا يا برنس. يعني في ناس كتير قوي بتتفرج علينا مش متابعانا، يعني تابعنا كده مش تخسر اي حاجه. بص بقى، الصفقه ديت هي صفقه اجاريا، يعني مش هطور عليك يعني في الموضوع ده. اجاريا يا برنس نادي الزمالك من فتره بعت له وجه نادي الزمالك، ونادي الزمالك جابه وعمل ماتش ودي، والراجل نزل امام بوتروجيت ولعب بالشوط الاول. والناس اللي اتفرجت عليه بقى في ماتش بوتروجيت لقيت الراجل محتاج شغل بدني جامد. هو اجاريا كلاعب كوره لعيب جامد جدا، اللعيب اللي جوميز عاوزه، اللي هو ايه، اللعيب الحريف اللي بيلعب على الاطراف، اللي بيعدي ما بين الخطوط ويعدي ويرقص، ده اجاريا. انا لما شفت فيديوهاته لعيب جامد، لعيب جامد جامد بمعنى كلمه جامد. بس الناس اللي شافته، عشان احنا ما شفناش الماتش الودي ده، الناس اللي شافته في الماتش الودي امام بوتروجيت قالت لك الراجل محتاج شغل بدني. فجوميز قال لهم يا جماعه، طب يا جماعه انا المدرب، انا عارف الراجل ده هيفوق امتى، وانا عارف الراجل ده هيبقى امتى. فانت كجمهور اللي نادي الزمالك دلوقتي ما بين نارين، انت مش عارف طب احنا هنروح مع مين؟ طب مع جوميز، طيب ندعم قرار جوميز، طب ندعم قرار مجلس الاداره. ما اداره الزمالك بتقول له برضه يا عم جوميز، ما احنا عندنا حاجات سابقه، ما احنا عندنا الولد سامسون اهو مش عارفين نخلص منه، ما مش كل مره هنشتري سمك في ميه. فلا يا عم جوميز نفوق، عشان مش هنجيب اي صفقه تانية، وانت نفسك ممكن تحصل حاجه فتمشي، فاحنا اللي نلبس، فاحنا ايه اللي نلبس. فنادي الزمالك مش ناقص يعني ايه لبسان، هو لابس لوحده. يعني حرفيا نادي الزمالك فيه مشاكل كبيره جدا، لسه موضوع باتشيكو ففي اللي مكفيه. فهم بيقولوا يا عم هي مش ناقصه والله. فجوميز مصر على اجاريا، مصر. فهنشوف اجاريا. وفي كلام كان طالع من اليوم السابع من اليوم السابع ان نادي الزمالك حجز له وهيجي. فهنشوف خلال الايام اللي جايه ديت على موضوع جوميز. هتقول لي القيد ومش القيد، انا شرحت الحوار ده في فيديو اللي فات، فمش هشرحه تاني يا برنس، فانت روح اتفرج عليه فهتفهم، وتعالى بقى اتفرج عليه. ماشي. الموضوع الثاني او الخبر المفرح هو انتظام ناصر ماهر في تدريبات نادي الزمالك عادي جدا. وناصر ماهر جاهز لمباراة سموحة، عشان طلع كلام موضوع الاصابة بتاعت ناصر ماهر والكلام ده كله. لا، ناصر ماهر امبارح اتمرن بشكل كويس جدا، ناصر ماهر امبارح اتمرن بشكل ممتاز جدا جدا، وجاهز لماتش سموحة. عشان نادي الزمالك الاخبار حرفيا اصابه زيزو واصابه محمد حمدي، ونادي الزمالك اساسا يعني ما فيش لعيبه كتيره جدا، وجوميز عمال ممشيها قص ولزق في اصابه ده واصابه ده، فقال لك كمان اصابه ناصر ماهر. فقال لك العمليه مش مستحمله يا جماعه، العمليه مش مستحمله. فناصر ماهر يعني عشان هما الثلاثه اتصابوا في ماتش البنك الاهلي اللي هو في حوارات التحكيم ده، فهم الثلاثه برضه اتصابوا في الماتش ده. فناصر ماهر الوحيد يعني اللي نجا منهم، فهو سليم دلوقتي. بص بقى، في موضوع وفي مشكله. مشكله مين؟ ابراهيم نضاي. انت عارفه اللي كان بيلعب في الزمالك. نادي الزمالك بيسعى لحل ازمه مستحقات ابراهيم نضاي وديا. طب ليه يا باشا؟ ما هو ابراهيم نضاي ليه فلوس يا جماعه، ليه فلوس. فهم بيسعوا ان هم يحلوا الموضوع ودي، ابدا لما الراجل يروح على المحاكم ولف بقى لف ولف بقى، انت عارف اللفه بقى، يروح للمحكمه فالتانيين يحكموا فيبعتوا لنادي الزمالك لا الدفع لا نوقف القيد. هو السيناريو، هو نفس السيناريو، فهو نفس السيناريو في كل لعيب. فعارفين المره دي بقى بيكلموا ابراهيم نضاي عشان يحلوا معاه، وعشان يتفقوا معاه، وعشان يقولوا له يا ابراهيم نضاي 1 2 3. فهي القصه كلها هي يا جماعه اداره ودماغ متكلفه. واحد يجيب كلام ناس فاهمه، تعالى يا عم ابراهيم، تعالى يا باشا فلوسك هتاخدها 1 2 3، لو بالاقساط هنديك يا عم كل شهر يا عم اللي اتفقوا عليه والكلام ده كله، وتحل الموضوع ودي. ما هو الموضوع لو وصل بقى المحكمه والكلام ده كله فخلاص انت مشيتها قانوني، فالبس بقى
هتمشيها قانوني البس. فبجد بجد يعني ربنا يكون في عون جمهور نادي الزمالك واداره نادي الزمالك على كميه المشاكل الرهيبه دي. كميه مشاكل مش طبيعيه حرفيا، يعني كميه مش طبيعيه. ما تنساش يا برنس انك تصلي على سيدنا محمد وتعمل لايك، ولو انت مش متابعنا تابعنا كده. سلام.